انت دلوقتي مزنوق ومحتاس ومش عارف تبدأ منين ولا تعمل ايه، حاسس بضغط وتوتر وقلق مستمر وبتلوم نفسك وبتقول يا ريتني ذاكرت من اول السنة. لو انت فعلا كده فاظن الفيديو ده ليك وان شاء الله يساعدك في انقاذ ما يمكن انقاذه. السلام عليكم، ايه الاخبار؟ واهلا بكم في فيديو جديد من دروس اونلاين. يعني بما انك مزنوق ومحتاج كل دقيقة فحتى مش هنقول المقدمة او مش هنحط المقدمة في الفيديو ده، وخلينا نبدأ على طول. انت دلوقتي في وقت مش طبيعي، والاوقات الحرجة دي بتتطلب اجراءات حرجة وغير معتادة. انت في الوقت ده عندك حاجتين مهمين جدا جدا جدا، الوقت والتركيز. الوقت والتركيز. انت محتاج توفر وقت، وفي الوقت اللي انت وفرته ده محتاج تكون مركز كويس، لانك لو وفرت ضعف الوقت المتاح ولكن مش مركز او بدون تركيز ملوش لازمه، يعني اللي هتذاكره مش هيخش دماغك اصلا. عشان نظبط الاثنين دول اللي هما الوقت والتركيز، احنا محتاجين ناخد بالنا من 4 حاجات مهمين جدا جدا جدا. اول حاجه، ما تجيش على النوم. في اوقات الامتحانات والزنقه اول حاجه بنيجي عليها علشان نوفر وقت هو النوم. بنقلل ساعات النوم وبنقلل جوده النوم كمان، لاننا في الغالب بنكون قبله عمالين نشرب منبهات وقهوه ومشروبات طاقه وشاي وحاجات كتيره قوي، فبالتالي حتى لما نيجي ننام مش بننام كويس، وبنبقى مفكرين ان النوم ده يعني ايه تضييع وقت، وان ده مش وقت نوم، وان الواحد المفروض يسهر ويطبق وحاجات من هذا القبيل. ظاهريا يبدو ان الموضوع منطقي، يعني انت لما تقلل نومك مثلا للنص وتزود وقت مذاكرتك للضعف فانت كده كسبان. ولكن احنا بنغفل عامل مهم جدا اللي هو العامل الثاني بقى زي ما وضحنا، وهو التركيز. انت ممكن تكون وفرت وقت ولكن بتذاكر بتركيز اقل. يعني افتكر كده في مره لما نمت 4 ساعات او 3 ساعات وبعدين قمت، انت حرفيا بتكون عامل زي الزومبي، مهما شربت قهوه ومهما شربت منبهات انت برضه حاسس ان انت مش مظبوط. بتقرا الجمله او بتقرا الفقره اكتر من مره عشان بس تفهم وتستوعب، فالحاجه اللي كان ممكن تاخد وقت 20 دقيقه عشان تذاكرها ممكن تاخد ساعه او اكتر. ففي نهايه المطاف هتلاقي ان المعادله دي خسرانه. فكره انك وفرت وقت بدون تركيز ملوش لازمه. فالنصيحه الابديه، نام كويس واصحى بدري. ممكن تقول لي انا نايت اول مش ايرلي بيرد، او ان انا بذاكر بالليل ما بحبش اصحى بدري. معلش يعني ايه الكلام ده مش وقته خالص. افضل حاجه تعملها دلوقتي انك تنام بدري وتصحى بدري. المذاكره ساعتين الصبحيه ما يتعوضوش، وقت فيه بركه ووقت فيه متسع، وبتحس فعلا انك بتنجز حاجات كتيره قوي في وقت قليل. يعني احنا قلنا الجمله دي 500 مره هنا على قناه دروس اونلاين، اصحى بدري. ساعتين الصبحيه دول ما يضروش منك. وكمان حاجه مهمه قوي في فكره الصحيان بدري، انك بتمرن دماغك انه في الوقت البدري ده يكون شغال كويس ويكون بكامل طاقته. وحذر فذر كده ايه اللي ميعاده برضه بيكون الصبح بدري؟ الامتحانات. فانت لما تروح الامتحان وانت معود دماغك ان انت في الوقت ده بتكون مركز وشغال، ادائك هيكون افضل بكتير من لو انك مطبق ورايح مش فايق وشارب لك 5 طن قهوه علشان تركز. فحاول تمرن دماغك ان انت ساعات الصبحيه دي بتكون شغال ومركز وفايق ومية. طيب انا اصلا نومي مقلوب، يعني بنام الصبح وبصحى بالليل، اعمل ايه؟ في حل سريع وبسيط وهيجي من الاخر، وهو باختصار ثبت ميعاد الصحيان مش ميعاد النوم. احنا للاسف لما بنيجي نروح نظبط نومنا او نحاول نظبط نومنا بنبدا ان احنا عايزين ننام بدري. فانت بتخش تنام مثلا الساعه 9 او 10 وانت متعود في المعتاد انك تنام 3 مثلا، فبتقعد من 10 لحد 12 عمال تفرك وعمال تتقلب على السرير ومفيش نوم، وبينتهي بك المطاف ان انت بتقوم لا انت نايم ولا انت صاحي، وبتخليك كده لحد ما توصل للساعه 3 برضه، وبعدين تخش تنام في نفس الميعاد. ده غلط. احنا بنبدا من اننا بنثبت ميعاد الصحيان. يعني انت حتى لو رحت نمت الساعه 3 اصحى الساعه 6 او اصحى الساعه 7 او ايا كان الميعاد البدري المناسب بالنسبه لك، اللي انا افضل يعني انه يكون بدري قدر الامكان. طبعا هتقوم مش فايق وجسمك مكسر ومدروخ، معلش هو اول يوم بس. هتقضي اليوم ده وتتماسك لحد الظهر، والظهر هتنام لك 20 دقيقه او نص ساعه بالكتير. اوعى تستسلم والنوم يسحبك وتنام لك ساعتين 3 كده، انت هتبوظ الدنيا اكتر ما هي بايظه. 30 دقيقه وخلوهم يصحوك حتى لو هيرشوا عليك ميه، وتصحى تكمل لحد بالليل. هتصلي العشاء وتكون مش قادر تفتح عينيك، تخش تنام. تاني يوم هتلاقيك قايم الفجر لوحدك بدون منبه. تمام؟ يعني دي ايه اختصار سريع جدا جدا، يعني برشامه كده لازاي تظبط نومك دلوقتي. وممكن قبل النوم بساعه تشرب حاجه مهدئه زي تيليو مثلا او كامومايل، دي حاجات بتساعد انك تبقى ريلاكس كده وتهدى وتنام افضل. برضه ممكن تاخد مكمل المغنيسيوم اللي هو فعلا بيساعد بشكل كبير جدا ان نومك يكون نوم كويس ونوم عميق. وطبعا تستشير الطبيب، يعني انا مش طبيب مش بديلك نصيحه طبيه، ولكن انا جربت ده وفعلا ساعدني جدا ان انا نومي يكون كويس. انا عايزك بس تتخيل معايا كده اليوم المثالي. معلش تخيل معايا، غمض عينيك كده وتخيل ان انت نمت بدري وقايم فايق ورايق بعد ما شبعت نوم، لا وقايم كمان قبل الفجر بنص ساعه. فانت هتقوم تصلي الفجر، تظبط امورك وتبدا يومك بدري. ده يوم من ابو 2، يعني ده يوم بيومين حرفيا. انت
وهتلاقي بركه وهتنجز في اليوم ده، وانجاز انت استحاله تنجزه في اليوم العادي اللي بتبدا فيه صحيان بعد الظهر او بعد العصر. نام كويس، نام بالليل، واصحى بدري، ما تجيش على النوم يا ابني. اللي بيجي على النوم ما بيكسبش والله. تاني حاجه واللي هي هتكون مفاجاه جدا بالنسبه لك، ظبط اكلك. يعني احنا بنظبط اكلنا لما نكون بقى عايزين نخس او بنعمل رجيم او عايزين نعمل فورمه او ايا كان، ولكن ما بيجيش في دماغنا خالص ان الاكل له علاقه بالمذاكره، في حين ان احنا كل مره بناكل اكله كده يعني ايه تقيله شويه، اللي هو في الغالب معظم اكلاتنا بتلاقيك بتقوم ملكوم ومقلوب على اقرب كنبه او على اقرب مخده ومش قادر، فعلا بيحصل لك كراش. في حاجه كده اسمها الكارب كراش، اللي هي لما بناكل نشويات بتلكمنا فبتقلبنا كده، فبنقعد شويه حلوين على ما اننا بنقدر نفوق ونمارس حياتنا تاني. يعني حاول تتجنب قدر الامكان النشويات التقيله، اللي هي المكرونات بقى، البشاميلات والحلويات والحوارات دي كلها. حاول تتجنب العيش الكتير والرز الكتير والكلام ده كله. حاول تزود من الدهون والبروتينات والحاجات الصحيه زي الخضار والفاكهه. الحاجات ديت يعني بتفيد جسمك وفي نفس الوقت مش بتلكمك. يعني في اكلات كده بتاكلها بتحس انك شبعت ومليان طاقه، وفي اكلات تانية بتاكلها بتحس انك خلاص يعني عايز تنام. فتجنب بتاعه النوم ديت وكتر من بتاعه الصحيان. طبعا انا مش متخصص في التغذيه، ولكن اهل مكه ادرى بشعبها. انت اكيد عارف الاكلات اللي بتلكمك وعارف الاكلات اللي بتاكلها كده وتحس انك خفيف. وخلي في وقت كده ما بين الاكل وما بين جلسات المذاكره. يعني لو هتاكل قبل المذاكره خلي الاكل ده يكون خفيف قدر الامكان. السناكس او الوجبات الخفيفه اللي بتاخدها مثلا وانت بتذاكر يعني ما تكونش شوكولاتات او ما تكونش بسكوتات او ما تكونش الحاجات اللي هي ايه ممكن تدي لك سبايك او ارتفاع مفاجئ كده في الطاقه والتركيز وبعدين بيجي بعدها كراش وتريح. لا بلاش دول. حاول تاكل حاجات زي الفاكهه والخضار، يعني حاجات مفيده وخفيفه وبتسد جوعك. ممكن تستعين بالمنبهات زي القهوه او مشروبات الطاقه، ولكن تجنب كل الحاجات دي قبل النوم 6 ساعات. يعني لو انت عايز تنام الساعه 10 فمن بعد الساعه 4 مفيش منبهات، لان اثر الحاجات دي في الغالب بيقعد 6 ساعات في جسمك. فحاول تتجنب الموضوع ده عشان لما تروح تنام كويس وجوده نومك تكون كويسه عشان تقوم فايق. يعني الموضوع ايه بيسلم بعضه، عامل بالظبط زي التروس اللي في المكنه، كل ترس بيسلم على اخوه. فحاول تبني المومنتم او حاول تبني التسارع ده بحيث ان الدنيا تخدم بعض بسرعه، وفعلا انت هتحس بالفرق وهتحس بالبركه وتحس بالانجاز لو ظبطت الحاجات دي. الحاجه رقم 3، لا تكن شخصا اجتماعيا في هذه الفتره دي. سبحان الله الافراح بتكتر والمناسبات الاجتماعيه بتكتر، وقريبك الفلاني ربنا رزقه بمولود، وخالتك رجعت بالعمره بالسلامه، وابن عمتك عامل عقيقه لعياله. يعني حاجه مفيش بعد كده. انت تعمل ايه؟ الغي كل المناسبات دي من حياتك، معلش محدش هيزعل. في الوالد او الوالده او اخواتك هيسدوا عنك ويقوموا بالواجب يا ابو الواجب. انا عارف ان انت صاحب واجب وما تسيبش المناسبات دي، ولكن انت في وقت حرج دلوقتي، فمعلش ابقى روح بعد كده استرضاهم او استسمحهم، وصدقني هم هيكونوا مقدرين ان انت عندك امتحانات ومزنوق فمش منتظرينك اصلا في هذه المناسبات. وفي نفس الوقت لا تكن شخصا اجتماعيا بالصوره الديجيتال. يعني احنا خلاص حياتنا الاجتماعيه دي اصلا هي كده مش في افضل حال، ولكن حياتنا الاجتماعيه الافتراضيه اللي هي على السوشيال ميديا للاسف بتكون نشيطه زياده عن اللزوم. فانت محتاج تبعد عن السوشيال ميديا قدر الامكان وما تستخدمهاش الا في اضيق الحدود او للضروره القصوى او حاجه لها علاقه باللي انت بتذاكره. وعلى فكره انك تبعد فعلا عن السوشيال ميديا والتليفون دي اصعب حاجه في ال4 حاجات دول. بص اقفله خالص وانت بتذاكر، ده افضل حل. ومن الاخر ما تقوليش اصلا انا بذاكر من التليفون، مفيش الكلام ده. التليفون اصلا جهاز ما ينفعش للمذاكره. اصل المحاضرات والسلايدز والPDF على التليفون معلش خدهم على فلاشه او ابعتهم لحد يطبعهم لك، اطبعهم كده على ورق وذاكرهم من الورق. والله المذاكره بالورق جميله، المذاكره بالورق والقلم كده يعني حلوه. فاطبع الPDF واطبع الحاجات ديت، والاهل والله مش هيقصروا معاك لو قلت لهم انا عايز فلوس عشان اروح اطبع الPDF عشان اذاكر منه. لكن المذاكره من التليفون يا صاحبي انت كده بتضحك على نفسك. التليفون اصلا هو جهاز للتشتيت مش جهاز للتركيز. وبالمناسبه انا جربت البتاعه دي اللي هي عباره عن سجن للتليفون، بستخدمها لما بحتاج اني اركز. بتظبطها كده وتقفل البتاع وتعمل تايمر بيقفل التليفون نهائيا او بيحبسه كده، مش بتعرف تستخدمه خالص الا لو واتصال مهم. وانا في الغالب اصلا وقت الشغل بكون عامله صامت، وبالتالي ده بيشيل من دماغي احتماليه اصلا ان انا اقدر استخدم التليفون، فبيخليني اركز في الحاجه اللي انا بعملها. فحاول تبعده عنك قدر الامكان. طبعا مش محتاج اقول لك ان انت مش محتاج البتاعه دي، ارميه في اوضه ثانيه او اقفله او اديه لاخوك او لابوك او لوالدتك. يعني ابعده عنك قدر الامكان بحيث انك ما تقدرش تستخدمه، تقفل الموضوع من بابه اصلا.
تمام. فحاول تبعد عن الاجتماعيات سواء الاونلاين او الاوفلاين، ولكن لا يمنع ان انت في نهايه الاسبوع بدل ما تكون شديت حيلك كده وذاكرت كويس الست ايام، ان في نهايه الاسبوع يكون يوم راحه كده تشحن فيه طاقتك ويبقى متنفس، يعني ايه تطلع كده تشم نفسك. ولو صادف ان في مناسبه اجتماعيه في اليوم ده مفيش مشكله، فرصه انك تقابل القرايب والاصدقاء والحبايب. لو ما صادفش خلاص، ولكن ما تخليش المناسبات تاكل يومك وتاكل وقتك وتاكل طاقتك وتضيع حاجه من الحاجتين المهمين جدا في الوقت ده، هما الوقت والتركيز زي ما وضحت. الحاجه الرابعه، اسمع كلام عم باريتو. في واحد كده اسمه باريتو وعمل قانون اسمه قانون باريتو، بيقول ان 80% من النتائج متوقفه فقط على 20% من الاسباب او من المدخلات. بمعنى ان اي ماده في 20% منها مسؤول عن 80% من درجات الماده دي في الامتحان. في الامتحان هيكون في اسئله عن جزئيات معينه، الجزئيات دي هي جزئيات متكرره ووزنها تقيل، وفي نفس الوقت لا تمثل الا 20% فقط من اي ماده. فانت تركز على 20% دول ويكون لهم الاولويه في المذاكره والحل والمراجعه وكل الكلام ده. سؤال منطقي، اعرف ال 20% دول ازاي؟ هتروح على امتحانات السنين السابقه وتشوف ايه الحاجات المتكرره، الحاجات التي لا يكاد يخلو منها اي امتحان، فده هيكون ريفرنس او يكون مرجع كويس ليك. اسال اصحابك بتوع السنين اللي فاتوا، او اسال المعيد بتاع الماده، او اسال المدرس بتاع الماده ايه الحاجات اللي لا يخلو امتحان منها. اكيد الاجابات بتاعتهم ونتائج البحث بتاعك ده هتؤدي في النهايه ان في حاجات معينه كده بتنور ساعه ما تعدي عليها، فدول تركز عليهم جدا جدا كلهم الاولويه، ويكون لهم اكبر وقت ممكن وتذاكرهم كويس جدا. وبعدين لو في وقت باقي تقدر تذاكر البقيه. لو ظبطت الاربع حاجات دول يعني اظن ان شاء الله يعني هيكون في انفراجه كده. اصل انت نايم كويس وقايم الساعه 4:30 مثلا الفجر، ومش واكل وكله تلكمك، بل بالعكس انت مالكش نفس دلوقتي اصلا، ومفيش مناسبه اجتماعيه سواء اوفلاين او اونلاين، وكمان عارف انت هتركز على ايه. فمعادله ممتازه لو طبقتها ان شاء الله ربنا يكرمك. في الاربع حاجات باختصار، ما تجيش على النوم، تعالى على اي حاجه الا النوم، لان من غيره انت طول اليوم مش مركز اساسا. ما تجيش على النوم. ظبط اكلك، حاول تظبط اكلك في الفتره دي قدر الامكان، ما تلكمش، يعني ما تاكلش اكلات من اللي بتلكمك ديت. حاول ما تكونش شخص اجتماعي خالص سواء اوفلاين او اونلاين، خليك راهب كده قابع في صومعتك اللي هي مكتب بتاع المذاكره بتاعتك، اقعد ذاكر واسمع كلام العم باريتو اللي هو ركز على الحاجات المهمه اولا. مش لازم تمشي بالتسلسل اللي هو شابتر 1 شابتر 2 شابتر 3، لا، ممكن من شابتر 2 وبعدين تنط لشابتر 7 وبعدين تنط لشابتر 9. دي الحاجات المهمه اللي يكون عليها التركيز في البدايه. الحقيقه في نصايح كتيره جدا، ممكن نكتب 50 نصيحه، ولكن الوقت ضيق ومش عايزين نشغلك ومش عايزين نكثر عليك الموضوع. لو طبقت الاربعه دول الباقي ان شاء الله هتلاقيهم جايين معاك كده لوحدهم. واخيرا وليس اخيرا، يعني ممكن تجرب تذاكر مع حد مزنوق زيك، يعني هتجلدوا بعض لو خسعتوا كده وهتشجعوا بعض. ولو الموضوع جاب نتيجه عكسيه وحسيت انك بتضيع وقتك وان لا، يعني انك تذاكر مع نفسك افضل، اعمل كده. او ممكن تذاكر معايا، يعني في فيديو كده عملناه اسمه ستادي ويز مي او ذاكر معايا، ممكن تشغله على شاشه. انا عارف ايه اللي جه في دماغك دلوقتي، ما انا هحتاج التليفون عشان اشغل الفيديو ويشتتني. لو ده اللي هيشتتك بلاشه خالص. لو عرفت تشغله على شاشه او على تابلت ويكون بعيد عن ايدك، برضو من الحاجات اللي بتنجز. خدعه نفسيه حلوه قوي بتساعد الانسان ان هو يلتزم. نذاكر فيها بتقنيه البومودور اللي كنا اتكلمنا عنها سابقا. هسيب لك الفيديو في وصف الفيديو في اخر الفيديو ده ان شاء الله. وفي الختام ما تنساش انك في نهايه كل يوم تطلع تتمشى، اطلع تمشى كده وشم شويه هوا، مشي رجليك. انت طول النهار ممكن تكون قاعد فظهرك هيوجعك، فاطلع مشي رجليك او روح الجيم بعد ما تكون ذاكرت مثلا 4 أو 5 ساعات. يا سلام، كون يعني ايه متنفس رائع بس بعد ما تذاكر. ويوصلنا لفقره الكوت، والكوت بتاع النهارده من بنجامين فرانكلين، الراجل اللي صورته على $100، يعني راجل مشهور جدا. بيقول early to bed and early to rise makes a man healthy, wealthy and wise. بيقول لك اللي بينام بدري بيصحى بدري، واللي بيصحى بدري هتكون صحته حلوه وهيكون غني وهيكون حكيم. فاسمع كلام الراجل اللي صورته على $100، يعني اكيد مش هيقول اي كلام، واكيد الناس ما حطوش صورته على $100 كده من الهوا. ف early to bed early to rise، ما تجيش على النوم. يعني انا عندي دايما مقوله اللي هو a great day starts with a good night's sleep. اليوم الرائع، اليوم العظيم بيبدا ان انت تكون نايم كويس، تقول كده يعني ايه ممخمخ. فربنا يوفق الجميع، ويا ريت بعد الفيديو ده تقفل اليوتيوب خالص وتقوم تذاكر. بالتوفيق، سلام عليكم.